يشتكي سكان حي الترفاس بدائرة بقيراط ولاية مستغانة من الأوضاع المزرية التي يتخبطون فيها يوميا على حد تعبير بعض المواطنين، وذلك بسبب النقص الفادح في التهيئة العمرانية وانتشار البرك في أوساط الطريق جراء انسداد قنوات الصرف الصحي واعتراء مسالك طرق الحي وانعدام الأرصفة، خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء حسب ما كشف عنه بعض المواطنون. وأصبح الحي رمزا للإقصاء والتهميش واللامبالاة، الأمر الذي أثار استياء سكان القرية من الظروف الاجتماعية الصعبة، مناشدين السلطات المحلية والمعنية بالتدخل السريع لتسوية وضعيتهم ورفع الغبن على أبناء الحي. كاميرا الأجواء تنقلت إلى عين المكان ورصدت لنا شكاوي سكان الحي في مراسلة موسى بالعيد من مستغانة. الطريق هذا درنا البراوة سد الواد، درنا شاف دايرة، درنا رئيس البلدية، جا رئيس البلدية بنفتحنا شاف، والرقار هذا كل ما تجي الشتاء يفيد يخرج علينا هنا. ممكن حتى لا أي في 4 سنين أنا نعاني كما. أيوة وهذه وكان كاينة هذه وكاينة هذه فوقانية وكاينة واحدة من التوازن. ونخلي حضروا رئيس البلدية قال لهم حي الترفاس كملت في كل شيء. كان مفتوح هذا هنا. راهي اللي تحت الرمل اللي تحت ماشي لهم ديال لا. ولا جاوا البلدية بلعوها غير باه تاع نحبر ماشي مبلعة تاع البلدية. رئيس بلدية نشوفوه يوم الفوطين يوم الحملة الانتخابية بل. ما أنا عمري ما نشوفوه هنايا. وهنا شو راهم بلعوها غير هكا تاع النحل. وهنا الماء هنا الماء يفيض هنا يولي واد هنا تبحر نورمال هنا عندك بحر جيب فلوكة تاعك راهم بلعوها غير هكا وخلاوها. راك تشوف تريكي راهي صار لها في 5